شوف البجاحة، يعني هو داخل بكارت ذهبي، هو المفروض ما يخش البطولة لأنه ولا خد دوري ولا كاس ولا رابطة ولا أي حاجة. وكمان دخل هدف امبارح المفروض من خطأ عليه اللي هو رمي التماس على محمد شحاتة، والحكم طبعا حسبها للزمالك ودخل هدف واتحسب. وكمان اتلغى هدف الفوز في الدقيقة 97 لنادي بيراميدز من خطأ تحكيمي فادح وقال عليه تسلل، والهدف مش تسلل. وبعد كل ده بيطلع المتحدث الرسمي بيقول لك اللي احنا المفروض نطلبوا حكام اجانب عشان الاخطاء التحكيميه وعلامات استفهام على التحكيم الاجنبي. شوف البجاحه وشوف المنهج اللي هم ماشيين عليه، الضغط اللي هم بيضغطوا ماشيين عليه، مش لاقيين حد يلمهم. هم خلاص لقوا الموضوع ده ماشي وسالك، والموضوع اللي احنا بنضغط وعشان الحكام تحكمنا زي ما ضغطوا على الحكم في ماتش السوبر وعملوا نفسهم هينسحبوا وبتاع، ومن بعد كده الحكم ما شافش قدامه فضل يحكم اي حاجه على الاهلي وما حكمش حاجه للنادي الاهلي. طبعا واحنا ادارتنا الكيوت الجميله اللي ما بتتكلمش ولا ليها اي حاجه وطيبين واحنا كويسين فاهمني ومحترمين، لا احنا مش هنسيبها يا كابتن محمود الخطيب تضيع حق النادي الاهلي. الناس ديت هم مش طالبين حكام اجانب، احنا عايزين حكام اجانب. انت يا كابتن محمود خطيب انت وادارتك تجيب حكام اجانب، احنا مش هنلعبوا الماتش غير بحكام اجانب. الضغط اللي هم بيعملوه والارهاب اللي هم شغالين فيه ولقوه شغال وماشي ومحدش قادر يلمهم، ولقوهم اللي الحكام بيتحكم، خلي بالك هم عايزين يلعبوا بحكام مصريين عشان هم عارفين يضغطوا ازاي على الحكام المصريين، وعارفين اللعيبه بتاعتهم بتشدهم وبتشتمهم. مع الحكام المصريين ما بتعمل لهمش حاجه، ليه؟ لان هم بيعرفوا يضغطوا واحنا قاعدين عاملين نفسنا محترمين ومقدمين. لا انت بالمنظر ده انت بتضيع حق النادي الاهلي، انت مش عشان تعمل نفسك كويس ومحترم على حساب النادي الاهلي. زي ما رحت زرت ناس شبه ديت جوه النادي بتاعهم المفروض ما تروحش تزورهم. انت من ساعه ما رحت زرتهم هم بيعملوا كده، هم كانوا قبل ما تروح تزورهم كانوا كاتمين بقهم ما كانوش قادرين يتكلموا. لكن انت بالمنظر ده هتضيع حق النادي الاهلي، احنا مش هنسكت. وعايزين حكام اجانب، والمفروض اداره النادي الاهلي تطلب حكام اجانب.